بيجي لنا في العياده ناس كتير جدا تيجي تقول لي انا عندي مغص مزمن، صداع ما بيروحش، اكزيما في كل جسمي، التحاليل كويسه، الاشعاعات كويسه، ما عندوش اي مشكله عضويه. هنا بيبقى ده الوقت اللي انت لازم تبص على صحتك النفسيه. لما بيحصل مأزق او صدمه بيحصل ان الجسم والعقل بيبتدوا يتاثروا في وقت واحد، علاقه زي دايره كده بيمشوا ورا بعض. يعني ايه؟ وجهين لعمله واحده. يعني مش مثلا العقل تعب فالجسم هيتعب، لا، ده بيتعبوا في وقت واحد. طب انت وقفت واحد، الحاله النفسيه انا مش هبين مشاعري، الجسم هيتكلم بدل عنك. زي بتاع القولون العصبي، زي اللي عنده اكزيما ومش عايزه تتعالج، الادويه كويسه، تحاليل كويسه، برضو اشعات كويسه. زي اللي عنده صداع نصفي بيتعالجش نهائي باي دواء او باي راحه نفسيه تانية او حتى الراحه الجسديه، حاله نفسيه مكبوته طلعت في شكل اعراض جسديه، فبنسميها الاضطرابات النفس جسديه. دي اضطرابات بتاثر على شغلك، على علاقاتك بالناس، على النوم، فبتبتدي حياتك هنا بتقف في مكانها. بيجي المريض يشتكي من حالات جسديه بس، لكن احنا لو عالجنا الحاله النفسيه الجسم بيرتاح وبيخف. احنا في يوتوبيا خطوه بخطوه بنفهمك وبنفهمك، بنفهمك ان جسمك ومشاعرك حاجه واحده، بنديلك الادوات اللي تعرف تستخدمها عشان راحتك النفسيه. يعني هنا النفسيه لو ارتاحت الجسم بيرتاح وبيبتدي يتعافى.